السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. يسعد أوقاتكم ويا ريت تكونوا دائما بخير وبأحسن حال. إخوتي، حبيت أوضح لكم قصة جميلة لإسلام فتاة فرنسية من ملوك الجمال في فرنسا، وبتقدروا تقولوا ملوك الجمال في العالم. هاي الفتاة صار معها قصة طويلة راح تعرفوها من الخطيب اللي أعلنت إسلامها عنده. طبعا روى قصتها، ولكن الأجمل من إسلامها اللي هو كلام الخطيب وكيف خشوعه لله. تعالوا شوفوا هاي قصة البنت الفرنسية، من أجمل القصص وبتمنى تستفيدوا. سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن له. كما جرت العادة والحمد لله، كل مرة تأتينا رعية، يأتينا أخ أو أخت ليعتنق الإسلام. اليوم تحضر معنا أخت فرنسية. هذه الأخت تبلغ من العمر 21 سنة، عمرها 21 سنة. اختارت اسم ابتسام. هذه الأخت اختارت اسم ابتسام، فرنسية الجنسية، ديانتها السابقة كانت نصرانية. الشيء لما سألناها، لأن كل إنسان يدخل الإسلام إلا وكاين حاجة، إلا وكاين سبب اللي دفعه باش يقتنع بهذا الإسلام، ونحن ندرك وكما دائما تعرفوا بأن الإسلام يعيش هجمات شرسة. أرادوا أن يشوهوا الإسلام، لكن الحمد لله الله عز وجل يتم نوره، الله عز وجل يتم نوره. هذه الأخت قصتها من أعجب القصص. لما سألناها كيفاش حتى دخلت للإسلام وما الذي دفعك للإسلام، هي تقول كاين واحد الشيء الطرفية، هو هذاك الأجواء اللي عندكم انتم المسلمين في رمضان، جلسات وتكافل وتراحم، الغني يتفكر الفقير والغني يتفكر المحتاج إلى غيره. قالت هذه من الأسباب اللي أثرت فيا. وهذه الأخت تقول، الناس اللي كانوا السبب اللي جابوها والحمد لله ربي يبارك فيهم، كان لها إنسان جار مسلم، هو من المسلمين من دولة عربية، وقع له حادث مرور ومات أمامها، وحضرت مراسم الجنازة في بيت هذا الفقير، فتأثرت بتلك الأمور والقرآن الكريم إلى غير ذلك. من ذلك اليوم حوالي سنة بعد ما خرجت من الجنازة تحجبت ولن تنزع الخمار من فوقها. الحجاب ما قلعتوش في سنة قبل أن تدخل الإسلام، وتأثرت بتعاليم الإسلام. وها هي اليوم جاءت لتعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمنيتها الوحيدة تقول أمنيتي الوحيدة أن أقف على قبر رسول الله وأرى الكعبة المشرفة. نصلي نبلغها. إذن ستعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أحيها على الإسلام، اللهم ثبتها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتها، اللهم ثبتها، اللهم ثبتها. اللهم إنا نسألك سبحان الله. بالأمس أخوتنا من بني جدتنا يحيون هذه الليلة بالمعاصي وبالمجون وبالخمور وبالسفور، ونحن اليوم نستقبل فرنسية تعتز بالإسلام. فرنسية. هذه الأخت لما دارت الحجاب ودارت الخمار، الأم انتحى طردتها من البيت، أمها خرجتها من البيت وتحملت ولا زالت تتحمل، لأن أمها مسيحية مطبقة متشدة في دينها.
يعني سبحان الله، هي يعني قادرة تقلع هذه الحجاب تقيسها وراي ترضمها، لكن لا، قالت رضا الله أولى. اللهم يا رب من كان سبب، فيه ناس كانوا سبب اللي يعني علموها الإسلام وقفوا معها ووجوها، جزاهم الله خير الجزاء، قوى الله شوكة الإسلام والمسلمين. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد. يعني احنا بنفتخر باسلامنا وبديننا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. فعلا ديننا دين الحق. نتمنى يا رب الاسلام العزة والفخر لاسلامنا في كل مكان. تحياتي لكم.